لا يهم أن أنقل لكم تفاصيل ما حدث في نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا. لا معنى لأن نسهب في الحديث عن أفضلية كولومبيا في النهائي، فما دامت طيور التانغو طارت بأرزاقها بعد أن ابتلعت كل حبات قمح الكوبا، فلا جدوى من مناقشة لماذا خسرت كولومبيا رغم أنها كانت الطرف الأكثر شراسة على مستوى التكتيك والانضباط. الأرجنتين حبست دموعها سنوات طويلة، كانت الأرض عطشة وسحابة ليونيل ميسي تتشكل رويدا رويدا، لكنها لا تنذر بشيء. يقال إن الصبر مر المذاق، لكن نتيجته بعد ذلك أشهى من العسل. هذا ينطبق على الأرجنتين مع قائدها ليونيل ميسي. انفجرت دموع السماء، تشبعت سحابة ميسي. الأرجنتين في هذه الكوبا لم تكن رقصتها مغرية، لكن لغة الكلام عند ليونيل سكالوني لا تتعطل. صار راقص التانغو بأطرافهم على سلك رفيع، وبقي التوازن النفسي هو من يصنع الفارق. في ظرف 3 سنوات هبطت الألقاب الدولية على منتخب الأرجنتين، ألقاب جعلت من ميسي رجلا آخر. يلعب قليلا لكنه يستمتع، يلعب كثيرا وأيضا يستمتع، يجلس على الدكة مصابا وأيضا يستمتع برد فعل زملائه. بكاء ليونيل ميسي بعد خروجه مصابا كان إحساسا بالعودة إلى سنوات القهر، لكن زملاؤه كانوا في الموعد، مسحوا دموعه ومنحوه مجدا آخر يتناسب مع عظمته كلاعب لن تجود الملاعب بمثله أبدا. عشاق الأرجنتين ارقصوا التانغو حتى مطلع الفجر. إلى اللقاء.